مزح معه مزحة لم ترق له فنفذ غضبه، اعتبر أن هذا المزح إهانة وحط من كرامته فأفرغ المسدس في رأسه. عموما أنا أقول هذه قصة أنا شخصيا شهدت، يعني أصلها مزح عرفتها، يعني لا يستحق أيضا. نعم. وهكذا الحياة، أكثر الآن المساجين أو الذين اقتص منهم بسبب القتل أكثرهم سبب هذه الجريمة النكراء هي الغضب، لأنه لا يملك نفسه عند الغضب، وحتى لو ملك نفسه قليلا لكنه يتصرف تصرف الذي يغضب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. أحسنت. فتكلمنا الحلقة الماضية عن تعريف الغضب، ثم بدأنا بالأسباب ووصلنا للمزاح. المزاح ما تكلمنا عنه الحلقة الماضية، وهذه القصة قد تكون معبرة عن أمر المزاح. نعم. فالمزاح أيضا له ضوابط في الشريعة حقيقة. أولا ألا يكون كثيرا، لأن الرجل المزاح الذي يكثر المزح فإنه تضعف مروءته عند الناس ويستخف الناس به ويحط من قدره. قد نهى السلف عن كثرة المزاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم يمزح، ولكن كان لا يقول إلا حقا، وكان المزح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كالملح في الطعام. جاء عنه مواقف في المزح يمكن لو عديناها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد عن يمكن 10 أو 12 موقف في المزاح. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فالمقصود أنه من غلب هزله على جده فهذا دليل على خفة عقله وعلى طيش حلمه. فالمقصود أن المزاح يؤدي أحيانا إلى الغضب، كأن يمزح مع الطرف الآخر بأمور لا يتقبلها هذا الطرف الآخر، وإن كنت أنا عندما أمزح معه أعتقد أو يغلب على ظني أنه سيتقبل هذا الأمر، لكن الطرف الآخر وبتسلط الشيطان عليه قد يفسر ما تقوله له تفسيرات خاطئة، قد يسيء بك الظن، وقد يغضب لذلك غضبا شديدا لا تحمد عقبه. فالمقصود أنه فعلا أن الإنسان يحدد، يعني لا يمزح مع أي أحد. نعم. وأيضا إذا مزح يختار المزحة المناسبة في الوقت المناسب. بعض الناس يجد شخص مثلا في غاية من الكرب ومن الهم ومن الاستغراق في التفكير فيأتي، أو الهم والغم مثلا، فيأتي فيلقي عليه مزحة في وقت غير مناسب. هذا يؤدي إلى إيش؟ لأن الطرف الآخر يبطش به أو يغضب عليه، أو أحيانا يقاطعه، يعني بسبب الغضب الشديد يقطع هذا الشخص ويهجره ممكن سنة أو سنتين ولا يكلمه. نعم. أحسنتم. نعم. وردتنا الاتصالات مبكرا، نتلقى اتصالا دوليا ثم نعود إلى محاورنا. الأخ علي من العراق، تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا علي. شلونك أخي يزيد؟ حياك الله، تفضل. أهلا بك. شلونك شيخ محمد؟ حياكم الله. أهلا أخي علي، بارك الله فيك، تفضل. شيخ محمد أحبك في الله أنت وأخي يزيد.